السلام عليكم متتبعينا الكرام. اليوم ما غاديش نهضروا على اخبار عاديه، بل على قضيه حبسات الانفاس. كل شيء متبعه في مواقع التواصل الاجتماعي، قضيه فيها حزن، فيها قانون، وفيها معطيات صادمه قلبت موازين هذا الملف. الحادثه اللي وقعت بمدينه الخميسات وتورطات فيها ساميه ابنه الفنانه المعروفه نجاة عتابو ما بقاتش مجرد حادث سير عادي، بل تحولت لملف ثقيل كيتسمع الصدى ديالو في كل بيت مغربي. كل شيء كيهضر في مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم اخواني اخواتي، وبناء على معطيات دقيقه ومستجدات قويه جبتها لكم، غنحاولوا نحلوا هاد القضيه ونشوفوا فين وصلت التحقيقات وشنو هما الاسرار اللي مخبيه وراء اسوار المحكمه. نرجعوا اخواني للوراء شويه. الحادثه كانت فعلا مميته، اودات بحياه ديال فتاه شابه في مقتبل العمر ديالها اخواني اخواتي ما كيتجاوز 20 سنه. هذا هو المشكل الكبير، وخلات شاب اخر كيعاني في العنايه المركزه بين الحياه والموت. السلطات الامنيه بالخميسات ما طلعتلاش بطبيعه الحال، ودخلات على الخط بسرعه، وتم وضع ساميه الابنه ديال نجاة عتابو تحت تدبير الحراسه النظريه لتعميق البحث. التحقيق هنا ما كانش سهل، والمصادر ديالنا كتاكد ان ساميه دخلات في موجه ديال الانهيار حاد امام الضابطه القضائيه. السيده كتغوت، السيده في واحد الحاله عصبيه ونفسيه صعيبه بزاف، حاله نفسيه صعيبه خلطات فيها الخوف بالصدمه وبالندم. السؤال اللي كيطرح راسو هنا، واش كان مجرد حادث سير غير مقصود، ولا السيده فعلا عارفه راسها المشكل الكبير اللي هي فيه حاليا، ولا كاينين تفاصيل غامضه غتكشف عليها الخبرات التقنيه والتحقيقات الجاريه حاليا. اخواني اخواتي، الجانب الانساني في هذه القضيه هو اللي زاد عقدها. نجاة عتابو ومنذ وقوع هذه الفاجعه كانت كتعيش صدمه نفسيه كبيره بزاف، وبحكم العلاقات ديالها ومسؤولياتها حاولت تدخل بشكل مباشر باش تفتح باب الصلح مع العائله ديال الضحيه. المبادره كانت كتقوم على تكفل مصاريف علاج الشاب المصاب وتقديم دعم مادي ومعنوي للعائلتين. والسيده بغات تكفل بكل شيء في محاوله لطي الملف وديا، ولكن في التطور اللي كيتعتبر صادم جدا. وبحسب المعطيات الدقيقه، هذه المحاولات ديال الصلح باءت بالفشل الذريع وما صدقاتش ليها كيف ما كنقولوا. يعني المحاوله ديالها الاولى ما صدقاتش، الصلح ما يمكنش يكون، وخصوصا ان السيده توفات، وخصوصا ان الابن ديالهم في بين الحياه والموت. عائله الفتاه المتوفاه رفضت بشكل قاطع اي تنازل، معتبرين ان الحياه ديال بنتهم ما كتقدرش بالمال ديال الدنيا. هذا الرفض قد قطع الطريق على أي تسوية ودية، وحول القضية لمسارها القضائي المحض. إخواني أخواتي، اللي غادي نقدر نقول بعد فشل الصلح، الحالة النفسية لسامية تزادت سوءا. الضغط النفسي اللي كانت كتعيشه وهي راهن الاعتقال زاد تضاعف، خصوصا من عرفت أن الأمل الوحيد في طي الملف قبل ما يوصل للقضاء تلاشات الخيوط ديالو. دابا إخواني أخواتي، الملف كيتجه نحو جلسات المحاكمة، استدعاء الشهود والتدقيق في كل التفاصيل، بما في ذلك التقارير التقنية والخبرات على السيارة. الرأي العام المغربي منقسم بين فئة كطالب بتطبيق أقصى العقوبات، وفئة كتشوف أن الحادث قضاء وقدر. ولكن الحقيقة اللي ما يمكنش نذكروها هو أن الألم اللي خلفته الحادثة لا يغتفر. إذا إخواني أخواتي، حنا دابا قدام منعطف حاسم، كاع العيون متجهة نحو القضاء اللي غيكون هو الفيصل. واش غادي تكون متابعة في حالة اعتقال، أم غيتم منح السراح المؤقت بكفالة مالية؟ كاين شهود عيان غيتم الاستماع لهم، والشهادة ديالهم ممكن تقلب الموازين إذ ثبتت السرعة المفرطة. فالقضاء غيتعامل بصرامة كبيرة كيف ما عودنا. أما إذا تبين أن الطرف الآخر هو اللي خالف القانون ديال السير، فممكن الأمور تاخذ مجرى آخر. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.